اسكتوا، مش الهرم هيبلطوه؟ اه والله زي ما بقولك كده، بقالنا كام يوم الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ملهمش سيرة غير كسوة الهرم بالجرانيت اللي تم الإعلان عنها في بداية الأسبوع اللي فات. هرم منكاو رع هو الهرم الثالث من سلسلة أهرامات الجيزة. الهرم ده بقى يا سيدي أصلا في وقت إنشائه تم كسوته بطبقة من الأحجار الجرانيتية على ارتفاع حوالي 16 متر تقريبا، لكن توقفوا عن كساء الهرم ده بسبب وفاة الملك منكاو رع، وجي بعده ابنه شيبس سكاف اللي أخدوا بعض من الأحجار دي علشان تبقى محجر ليه. وهرم منكاو رع هو الهرم الثالث في سلسلة أهرامات الجيزة لأنه الحفيد لخوفو. خوفو ابنه خع افرع اللي احنا بنسميه خفرع، حفيده اسمه منكاو رع اللي احنا بنسميه منقرع، ويعتبر هو أصغر بكتير جدا من هرم أبوه وهرم جده. قاعدته حوالي 108 متر وارتفاعه الأصلي كان 65 متر، ودلوقتي اللي باقي من ارتفاعه حوالي 61 متر. وزي ما قلنا كان في الأصل مكسي بأحجار جرانيتية لارتفاع حوالي من 16 ل 17 متر. إنما بقى اللي تم الإعلان عنه من وزارة الآثار إن هيتم دراسة الأحجار الجرانيتية اللي حوالين الهرم، وبعدين إمكانية استرجاع جزء منها لكسوة الهرم. يعني مش هيجيبوا جرانيت جديد ولا هيكسوه كسوة غير اللي كانت عليه، دول هيشوفوا الأحجار اللي حوالين الهرم اللي وقع حواليه اللي موجودة أصلا واللي كانت في الأساس مستخدمة لكسوة الهرم، وهيعيدوا رسمها وتوثيقها وإمكانية وضعها مرة تانية على الهرم. لكن هل يا ترى إن احنا نرجع الحاجة لأصلها ده الصح ولا لأ؟ بص، في مجموعة آراء في الموضوع ده. يعني مثلا عندك برج بيزا المائل لما جم عملوه مال بعد فترة، هل ينفع يستعدلوه دلوقتي؟ مثلا. وحاجة تانية، كل المعابد المصرية القديمة في الأصل كانت ملونة بألوان زاهية جدا، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، هل ينفع دلوقتي نعيد تلوينها بالشكل ده؟ وبما إني أنا بقى أصلا معمارية ودراستي هي دراسة العمارة، ففي حاجة اسمها الصورة البصرية للمدينة. يعني الإنسان بيكون في عقله وفي مخه حاجة اسمها الصورة البصرية، يعني شكل اتعود عليه لعشرات ومئات بل آلاف السنين، زي شكل المعابد المصرية القديمة وشكل الأهرامات ولونها اللي هو لون الحجر الطبيعي. أي تغيير في الصورة البصرية دي بيعمل حالة من الاستغراب عند المتلقي، زي مثلا ترميم قصر البارون. أول ما تم إعادته للون الأصلي بتاعه كتير جدا من الناس كان عندها حالة استغراب قوية جدا للون الأحمر، وكانوا مستغربين لأن هم تعودوا عليه باللون الرمادي اللي اكتسبوا بسبب عوامل الجو. فهل يا ترى الناس هتتقبل شكل الهرم وهو مكسي بالجرانيت ولا لأ؟ وهل يا ترى ممكن نعمل كده مع المعابد والتماثيل المصرية ونرجع نلونها أحمر وأخضر وأصفر وأزرق؟ خلينا نشوف في الأيام اللي جاية. ما تنسوش تتابعوني على قناتي حواديت الدكتورة.